طيب السلام عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ احنا دلوقتي فين بقى؟ احنا دلوقتي في موسم الرياض في معرض السيارات، ده اسمه رياض ايماجينيشن بارك، يعني ارض الخيال، وفي جوه خيال في الحته دي. ده الفي اي بي انترنس. الفي اي بي ده معمول بتذاكر ب 300 ريال، انا دخلوني ببلاش. اصل 300 ريال دول دلوقتي لو ضربناهم في 8 او في 10 يعني يعملوا 3000 جنيه. انا الحمد لله خدت التذكره ببلاش. في ظهر المبنى في عربيات كتيره جدا جامده جدا، لكن المبنى ده جواه عربيات فيري اكسكلوسيف، عربيات بقى اللي هي ايه بتاعه الامراء والشيوخ والملوك والكشخه. في كشخه كتير قوي جوه، فاحنا هنخش كشخه نوريكم بقى ايه بعض العربيات اللي ايه الكشخه. فتعالوا معايا ونشكر استاذ يحيى رشدان اللي بيصورنا، برضه طلع عين اهله السفريه دي. لو كافينا على وشنا هنعمل مونتاج. طيب انتوا بتخشوا مبدئيا هنا القاعه، اول حاجه بتلاحظها في القاعه دي ايه؟ ان الموكيت ابيض، ومع ذلك انا هنا بقالي اسبوع الموكيت ما بيتوسخش. انا مش عارف بينضفوه بايه، هل واخد طبقه نانو؟ انا مش عارف. نخش نشوف بقى ايه العربيات، هنمشي عليها واحده واحده افرجكم ايه العربيات اللي في الفي اي بي. انت بتدفع 300 ريال في ايه؟ اول عربيه هنشوفها هنا اهو، هي العربيه اللي في الوش اللي محطوطه دي. ايه بقى دي؟ عربيه اسمها فيراري اف 40. فيراري اف 40 دي عربيه سوبر كار من فيراري، نزلت في حقبه اواخر الثمانينات اوائل التسعينات. دي عربيه محبوبه من العالم كله. العربيه دي طبعا لونها غريب ليه بقى؟ لان دي فولي ريستورد. العربيه دي اتعمل لها ريستوريشن كامل في مصنع فيراري، فالعربيه واخده لون زي ما انتم شايفين كده لبني، وبعدين ايه ده مش ستيكر، ده بينت. والعربيه حتى من جوه متجدده، والعربيه يعني عاملينها من جوه ازرق. فهي طبعا هو سباك غريب جدا، بس العربيه الاف 40 دي من العربيات الاسطوريه اللي الناس بتحبها جدا. 2900 سي سي، 8 سلندر، توين تيربو مانيوال، بتطلع 480 حصان تقريبا. فكانت وقتها من العربيات الخطيره. فاحنا يعني لو ناخد لفه حواليها كده، طبعا الكونديشن غير عادي. العربيه كلها ريستورد من شركه فيراري نفسها، خدوا العربيه وجددوها كلها اكنها زيرو. وطبعا عملوا الليفري الجميل ده. واقفه هي في الوش كده، اول حاجه تقابلها في الوش لطش كده. طبعا جميله جدا جدا. شايفين الموتور عامل ازاي، والكفر البلاستيك ده دلوقتي بيقلدوه في العربيه الفيراري الاف 8 موديل 23، عاملينها برده بلاستيك وفيها خرام كده. لو جينا الناحيه دي فيه هنا راميينها على جنب كده، دي برده من العربيات الاسطوريه الجميله، اسمها لامبورجيني ميورا. لامبورجيني ميورا دي اول بقى قصه اللامبورجيني في العربيات السوبر كارز. الديزاين بتاعها مبهر، يعني بصوا العربيه اصلا كتصميم شكلها جديد لغايه دلوقتي. جه بعدها بقى الكونتاش والديابلو والمورسيلاجو والافنتادور، بس دي بدايه الحدوته دي. طبعا كونديشن برضو حاله غير طبيعيه. بصوا عامله ازاي الفوانيس دي، بتقلب لقدام كده، يعني بتطلع لقدام كده. هي شكلها مش شبه العربيات اللامبورجيني بتاعت اليومين دول، بس ستيل ايه، هي يعني من العربيات الجميله، من العربيات الجميله. بصوا شايفين الريش اللي ورا دي بتنزل في الهوراكان دلوقتي. واخد بالك يا استاذ يحيى، تنزل في الهوراكان. استاذ يحيى اصله عنده، بس انت عندك ما عندوش حاجه. هنخش بقى ايه نشوف اللي بعده. مش هتصدقوا بقى العربيه اللي بعدها دي، مش هتصدقوا. تعالوا بقى بصوا دي. طبعا دي معروفه الناس كتيره جدا. دي ايه؟ دي فيراري انزو. طبعا فيراري بصوا عمل كده الراجل ايه هيهبط مننا. الفيراري انزو برضو ايقونه في عالم السوبر كارز بتاعت فيراري. العربيه دي نزلت سنه 2004 تقريبا، وكانت مبهره وفظيعه لان هي جت بعد الاف 40 والاف 50، وكانت طبعا ادفانسد جدا. عربيه فول كربون شاسي، الشاسيه كربون فايبر، تنزل بموتور 6000 سي سي 12 سلندر و660 حصان بفتيس اف 1 6 نقلات. المبهر في العربيه دي ايه؟ غير ان هي طبعا السباك بتاعها غريب، هي سيلفر ومن جوه لونها بني. دي مش حاجه يعني، دي حاجه نادره جدا. المبهر ايه بقى؟ ان العربيه دي زيرو. العربيه دي زيرو، يعني هي مش زيرو حاله الزيرو، لا هي زيرو ما مشيتش. العربيه دي متشاله، لما بتطلع كده بتطلع في شوز، وبعد كده بيفكوا الاربع فرد بتوعها دول وبيحطوها على رف، وفي ناس وتيم مخصوص بيقعد بقى ايه يشحم الجلب وينيل مش عارف ايه عشان العربيه ما تقدمش من الركنه. فالعربيه دي حاليا زيرو. فتخيلوا بقى ايه قيمتها عامله ازاي. العربيه دي كانت ب 600,000 دولار تقريبا وقت ما كانت جديده. دلوقتي مثلا ممكن تكون معديه ما اعرفش كام، 5 مليون 10 مليون دولار، انا ما اعرفش. بس طبعا تحفه. ومن اوائل العربيات على فكره لو تاخدوا بالكم اللي كان فيها فكره سنتر هاب بتاع الكاوتش ده، سنتر لوك ده، مش مسامير وكده. وديزاين طبعا جبار. عربيه من العربيات التحفه الجميله يعني. جايه من معرض الاستاذ جو مكاري.
قريب الاستاذ زكريا مكاري، كان هو معانا هنا في جو مكاري ده معرض كبير جدا في انجلترا، وبيشتغل في عربيات جامده وتحفه طبعا. هنا بقى ايه، دي تحيه من شركه ارامكو. يعني شركه ارامكو طبعا شركه الشهيره في السعوديه بترول، هم سبونسر الفورمولا 1 تيم بتاع استون مارتن، فجايبين العربيه الاف 1 بتاعت الاستون مارتن حاطينها هنا، ودي الاصليه دي مش ماكيت. فطبعا زي ما انتم شايفين المنظر الحقيقه مرعب، يعني العربيه دي على الحقيقه مرعبه، تحس ان انت مش مصدق اصلا ان ازاي السواقين بيسوقوا عربيه بالشكل ده وبيقعدوا القعده دي نايمين كده ويتسابقوا على 322 عربيه جنب بعض. فطبعا عربيه فظيعه جدا. نبص بقى على هنا، هتلاقي دي ايه، الفيراري الجي تي او. دي كانت بدايه السوبر كارز في فيراري، يعني انت عندك برضو البلاد لاين بتاع فيراري في السوبر كارز كان ايه، جي تي او، جت وراها اف 40 اف 50 انزو لا فيراري. فدي طبعا بدايه هي تبان عاديه لكن هي مش عاديه، عربيه طبعا ليها قيمه. وانا مش مستغرب الكونديشن ده، لسه عاملين لها بولش دي، يعني انا مش عارف، يعني ده بولش حديث. فطبعا عربيه برضو من العربيات اللي انا ما عنديش سبيكس بتاعتها صراحه، مش عايز افتي يعني، بس هي من العربيات المحبوبه جدا. دي واحده من العربيات بقى اللي الاستاذ يحيى عجباه قوي. دي اسمها ايه؟ اسمها مازيراتي ام سي 12، جت بعد الانزو على طول. هي نفس شاسيه الفراري انزو بالظبط، هم انتوا عارفين مازيراتي وفراري سيستر كومبانيز مع بعضيهم، فجت بعديها على طول نفس الشاسيه نفس الموتور بس اضعف شويه واتقل شويه. ولكن العربيه برضو من العربيات النادره جدا، والسباك ده انا اول مره اشوف في حياتي. العربيه دي دايما كانت بتنزل بيضه فازرق كده، ده اصلا دي العربيه دي كلها اكسبوزد كربون، لو قربته هتلاقيها كربون فايبر بس كحلي، وفيها علم ايطاليا ده، فالسباك مرعب والانتيرير من جوه كحلي. فبرضه من العربيات المميزه جدا. لو خدتوا بالكم هتلاقوها شبه الانزو بس الديزاين بتاعها على اعرض واكبر شويه، وظهرها ده شبه العربيات الليمون اللي هي بتاعت السباق. فطبعا برضه حاطينها هنا، يعني حتى مش يكفيهم ان هم جايبين ام سي 12، لا جايبينها عربيه مميزه ام سي 12 مميزه. نخش هنا بقى على حاجه برضو من الحاجات اللي انا كنت بحبها جدا اول ما نزلت. العربيه دي نزلت تقريبا في 2009، اسمها استون مارتن 177. 177 ده كنايه عن ايه بقى؟ ان دي معمول منها 77 عربيه بس، وكانت مميزه جدا كعربيه استون مارتن عنيفه. ليه بقى؟ لان هي كانت نازله 7300 سي سي، يعني في الوقت اللي كانت الفي 12 بتاع استون مارتن كان 12 سلندر 6000 سي سي، دي كانت 7300. وكانت بتطلع كام حصان بقى في 2009؟ 730 حصان. فكانت سوبر كار، لكن هي عربيه نادره جدا وغاليه جدا، وصوتها جبار جبار جبار، من اعلى الاصوات الفي 12 اللي ممكن تسمعها في حياتك. وبصوا التفصيله دي، بوش رات سسبنشن باين من الشنطه، يعني لما تبصوا كده هتلاقوا ان السوست والرول بارز والحاجات دي باينه، والسبويلر ده طبعا بيطلع وينزل. وما تفهم، انا مش فاكر الشكمانات كانت طالعه منين. لا الشكمانات كانت، بصوا شكماناتها نازله من هنا، يعني مش باينه عشان ما ياثرش على الايروداينامكس بتاعت العربيه والديفيوزر. فطبعا من العربيات الاموره جدا. نخش بعد كده على حاجه غريبه قوي بقى. دي عربيه اسمها ماكلارين سبيد تيل، دي تعتبر يعني زي ما تقولوا ايه، احياء لفكره الماكلارين اف 1 بس مع شويه اختلافات. الماكلارين اف 1 دي كانت العربيه الوحيده، او مش الوحيده، كان في حاجه زيها كده، بس هي يعني كانت ماسكه فكره انك يبقى عربيه 3 كراسي، كرسي في النص واثنين في الجنب. فالعربيه دي كده، العربيه دي فيها كرسي في النص، يعني اللي بيسوق قاعد في النص وفي يمينه وشماله ناس قاعده. طبعا العربيه دي فكرتها كلها متمحوره حوالين الايروداينامكس، ان هي تبقى شبه الدمعه. هي بص ما فيهاش اي حاجه، فيري كلين ديزاين. وبصوا ظهرها طويل ازاي علشان خاطر ايه، تبقى بتخترق الهواء. انتوا مش هتصدقوا تفصيله بنت لذينه، شايفين الحته دي والناحيه الثانيه دول سبويلر بيطلع بس منه في البادي، يعني مش بانل مقسومه فبتفتح وبتقفل، لا البادي نفسه بيتني وبيترفع لفوق علشان الداون فورس. فانا مش عارف دي عملوها ازاي، يعني هل الحته دي كاوتش؟ ما انا مش فاهم لان شكلها صاج. طبعا العربيه دي بتنزل 4000 سي سي توين تيربو في 8 بتاع ماكلارين، بس معاه هايبريد، فالاثنين دول مع بعض بيخلي العربيه قوتها معديه ال 1000 حصان تقريبا، وهي بتتسارع لسرعه عاليه جدا. مش فاكر كام الحقيقه لان انا نسيت، لان طبعا الموكيت الابيض ده ليه هيبه اصله. بس هي الفكره ان هي العربيه دي كلين قوي زي ما انتم شايفين. حتى المرايات بصوا ما فيهاش مرايات من بره، لما بتدور العربيه دي بتبقى مراياتها دي بتفتح كده بتبقى كاميرا، وبتشوف ايه، شاشه يمين وشاشه شمال جوه الانتيرير، هم دول اللي بيبينوا لك ايه اللي موجود. وطبعا انتيك فوق وبتاع، وبيبانه بتفتح لفوق. فهي عربيه يعني اكسترافاجانزا قوي في نفسها. هي مش عارف عاملين منها 100 واحده بس او يمكن اقل، ما اعرفش. دي عربيه فيراري كلاسيكيه، تعرفها دي يا استاذ يحيى؟ انا مش عارف، بس هي واضح ان ليها قيمه يعني. والراجل اللي اشتغل على البوهيه عمل شغل حلو، يعني مش واخده معجون كتير، ودي حاجه
ده بقى لما تجيب حد مش عارف هو هيتكلم عن ايه، فلو تتكلم عن المعجون تعرف ان انت مش عارف اي حاجه، بس ممكن مش مكتوب عليها حاجه، بس هي فيراري ايقونيه مش لازم. نخش بقى ايه، هنروح فين بقى تاني؟ ممكن نرجع كده تاني نخش. انت تحب انت موتي في الزوندا اف ده دلوقتي يا جماعه. دي من اجمل العربيات اللي في المعرض الحقيقه. دي اسمها باجاني زوندا اف. باجاني دي شركه ايطالي، صاحبها اسمه هوريشيو باجاني، راجل كان بيشتغل في لامبورجيني بعد كده سابهم وفتح الشركه دي، بيعمل اكنه عنده اتيليه، بيعمل عربيات مميزه جدا، اكزوتكس، سوبر كار، هايبر كار رياضيه، وعنده تعاون مع مرسيدس. العربيات دي كلها فيها انجنز مرسيدس. الموتور ده 7300 سي سي 12 سلندر ان اي بتاع مرسيدس، بيطلع صوت من احلى الاصوات اللي ممكن تسمعوها في الدنيا. الزوندا دي عربيه انالوج جدا. نزل بعديها واحده اسمها هوايرا واقفه ورا، هفرجكم عليها، بس ستيل لما تتفرج على عربيات الباجاني عامه تحس ان انت قاعد جوه ساعه رولكس، او حتى مش رولكس، لو في حاجه اغلى من رولكس. الانتيرير بتاعها عربيات شكلها يعني معموله بشكل غريب جدا، عربيات مميزه قوي، وبعدين كلها كاربون فايبر، فعربيات خفيفه. ودي طبعا اعتقد ان هي مانيوال كمان، مانيوال العربيه، وبتدور من عصايه الفتيس، يعني عصايه الفتيس نفسها فيها زرار احمر كده بتدوس عليه، فطبعا جباره. دي بقى بنتلي نادره جدا، في منها 11 واحده بس تقريبا، اسمها باتور باين، بنتلي باتور. انا مش عارف هو يعني هي اصلا معموله على كونتيننتال جي تي، انا مش عارف باتور ده ايه اللي هو ايه بالظبط، بس استنى اتاكد لكم ان اسمها باتور. انا هبوظ الصوره كده للناس اللي ورا، بس استنى. باتور زي ما انا قلت، بنتلي باتور، مش عارف بتتنطق ازاي الحقيقه، بس هي بيست على البنتلي كونتيننتال جي تي بس ديزاين تاني خالص. فدي برضو من العربيات النادره جدا اللي هي تقريبا اول مره تيجي الشرق الاوسط. هتلاقيها طبعا 6000 سي سي دبليو 12 توين تيربو بتاع البنتلي، نفس الكلام، بس هي ايه، ديزاين يونيك، ونازل منها 11 واحده، حاجه كده سبيشال اديشن لزوم الناس اللي مش عارفه تصرف فلوسها فين. ندخل بقى على البورس، في بورس هناك بتحسه ماشي على الحيطه. العربيه دي اسمها فيراري مونزا اس بي 2، معمول منها اعداد قليله جدا. عربيه غريبه، عربيه مفتوحه مكشوفه ملهاش سقف، كرسيين وبيبانه بتفتح زي ما انتم شايفين كده، وفيها الانجن بتاع الاي 12 6500 تقريبا في 12، بتطلع حصانه كتير قوي، يعني تو ماتش هورس باور، فوق ال 800 حصان على البورس ده. فتخيلوا المنظر، تبقى انت خارج كده، وبعدين دي عايزه خوذ، يعني عربيه زي دي محتاجه خوذ، يعني محتاجه هيلمت. في عندنا في مصر اللي هو حلاوه هيلمت، اللي هي بتبقى خوذ كده ماركه حلاوه، فطبعا من العربيات الجميله. ده ايه ده اتفتحت ليا لوحدي انا، بيفتح ده ازاي؟ ده فتح لي اللوك والله العظيم، ده شرف لينا، بس مفيش اوكرا للاسف. هو فتح لي اللوك بس للاسف مفيش اوكرا. بتفتح من جوه بس ولا ايه؟ من جوه بس؟ لا يا راجل، بس كده ارفع كده. ايوه اسمعي، استنى اهو بس ده باب، يعني ده مثلا ده قطعه كربون فايبر كامله باب. محتاجه لياقه، يعني العربيه دي محتاجه لياقه، لان ممكن يجي لك مزق وانت داخل جوه. انا مش داخل، انا عن نفسي مش داخل، ولكن انتيرير غريب، وتحس ان هم بيتعاملوا ان السائق اللي قاعد جنبك او الراكب اللي قاعد جنبك ده انت في بينكم مشاكل، يعني لازم عاملين حاجز كده علشان يفصلوا ما بينكم، معرفش ليه. بس هي عربيه مميزه جدا. المونزا الاس بي 2 دي لقطه، يعني بتمشي بيها في اي حته لقطه. مش عارف يا استاذ يحيى مش عاجباك ليه؟ انا مش عارف ايه مشكلتك مع الاس. بص النور بتاعها ورا عامل ازاي. عاده الفرايز بتبقى دايرتين بتاع، دي فضائيه جدا. في 12 على الحجم ده يعني بصراحه شيء مرعب. تعبتوا ولا لسه هنوريكم بقى حاجات تانية. دي عربيه ابن بقى الاستاذ يحيى، دي هتجيبها له. دي بوجاتي معموله لايه، لمين انا مش عارف. هي طبعا دي اكيد ليها قيمه كبيره جدا، بس يعني انا مش عارف الحقيقه. يعني دي اكيد ليها انا كان نفسي احكي لكم قصه، بس هي بوجاتي. وبوجاتي ايه؟ بوجاتي اوتوموبيلي اسمها بوجاتي بيبي 2. دي بتجيبها من مازر كير غالبا، انا مش عارف. شاسيه نمبر 162 من 500. يعني انت واخد بالك وانت ساند عليها كده يا استاذ يحيى ممكن ترفع هورس. انا مش عارف، انا ما اعرفش دي ايه صراحه، بس دي واضح ان هي بيبي 2 دي، يبقى دي معموله لابناء الاثرياء. انا مش عارف، انا كان نفسي يبقى عندي معلومه، بس الحقيقه ما اعرفش هي دي ليه عامله كده. بس ممكن نخش بقى على دي بقى ايه بقى؟ ده الشر،
ده الشر كله بقى. دي عربيه شريره، دي عربيه بوجاتي شيرون سوبر سبورت. عارفين يعني ايه سوبر سبورت؟ اقوى اديشن في البوجاتي، 1600 حصان، بتجيب سرعه اولموست 490 كيلو في الساعه. فانتوا دي معموله لكسر الارقام القياسيه. البوجاتي دي عاده البوجاتي اصلا معموله للسرعه، ولكن لما تبصوا بقى دي اقصى غباوه فيهم كلهم. والليفري ده بالذات اللي هو الاسود في برتقاني ده دايما بيبقى معمول عشان يكسروا بيه الارقام القياسيه. اعتقد عربيه زي دي ممكن توصل ل 20 مليون ريال مثلا، يعني او حاجه زي كده. فيها طبعا زي ما انتم شايفين الموتور بتاعها 16 سلندر، 16. يعني اللي معاه 8 سلندر في مصر ده، في مصر ايه، في اي حته بيبقى ماشي كده اللي هو دي 16 سلندر 4 تربو، 4 تربو و8000 سي سي، بتطلع زي ما قلت لكم 1600 حصان وفوق مثلا ال 1600 نيوتن عزم تقريبا، ودفع رباعي. انا سوقت واحده هتشوفوا الفيديو بتاعها قريب يعني. لا قصه تانية خالص. البوجاتي فيرون او قصدي الشيرون قصه تانية خالص. تعبت والله، اعصابي باظت. دي البيجو 504 بس بقى ايه واصله الحال. لا طبعا دي فراري برضو دي فراري انا نفسي ابقى شاطر في الكلاسيك، بس انا الحقيقه مش عارف دي فراري ايه بقى. ده اقول لكم انا فراري ايه، هقول لكم انا فراري ايه. دي فراري 6710 648 مش عارف. هي الحقيقه فراري، وما يميزها ان هي لون ال 504. انت بتقول ايه؟ انا استاذ يحيى بتلبس باين واقف ورا العربيه عمال يعمل ايه؟ غاليه. ما اكيد غاليه يعني، احنا لو مش غاليه هحطوها هنا ليه؟ قال لك غاليه يعني اللي فاتوا كانوا رخاص. لا طبعا دي بعدين الانتيرير ما عنديش حاجه اقولها عن الفيراري. هي كل انا لفت انتباهي فيها ان بجد لونها في شبه من لون البيجو 504 اللي كان بينزل عندنا، بس هي طبعا قمر يعني. الحاله دي انضف من عربياتنا الزيرو يعني. بوظ كسر. انا هقول للراجل اللي انت كسرت الباب. من باب طبعا هنا موسم الرياض ومنطقه الفي اي بي يعني، من باب الفليكسنج زي ما بيقولوا، جايبين واحده شيرون سوبر سبورت تانية بسباك تاني يعني، واخدين بالكم عشان و16 وبتاع. فبرضو من العربيات مش هنشرح بقى الشيرون مرتين يعني، مش بس في شيرون ثالثه، بس دي بقى قصه تانية بقى. بصوا بقى يا استاذ يحيى. دي اسمها غريب شويه. اسمها ايه؟ شينتريدليتشي مش عارف. كان شاندويشتي فاكر الاسم. شينت هي المفروض 110 بس بالايطالي. والله استنى اجيب لك الاسم معلش، عشان انا ايه في بوجاتي شينتو ايه. استنى، كازينو الفروكريكو، كازينو الكركوك، تشينتو ديتشي. اسمها بوجاتي تشينتو ديتشي 110. معناها ايه بقى الكلام ده؟ بوجاتي قبل الفيرون كان عندهم عربيه اسمها اي بي 110. دي كانت العربيه البوجاتي اللي كانت في التسعينات يعني. فدي عاملينها يعني تيمنا كده بفكره الاي بي 110 القديمه. فلو تاخدوا بالكم اهو 110 اي بي ده كده، فهم بيحاولوا يخلوها نفس الديزاين يعني. الخرام دي كانت موجوده في الاي بي 110 زمان. الشكل والوش القداماني ده برضو في شبه من الاي بي 110 فضه يعني. بصوا نقدر نقول ان العربيه دي كديزاين، بصوا عليها كده، بصوا عليها. دي ايه؟ دي نتيجه لايه؟ نتيجه اللي شويه مهندسين قاعدين في اوضه كانوا فاضيين، قال لك طب ما نعمل دي ونكسب فلوس. فطبعا العربيه دي بتتباع بارقام غاليه جدا، وفيها نفس البرفورمانس والارقام بتاعه السوبر سبورت. انا بسمع ان كريستيانو رونالدو عنده واحده، فيعني سمعت يعني، انا شفت في صور بس مش عايز افتي. بس طبعا هي زي ما قلت لكم واخده ديزاينات من التشينتي ديتشي، واخده من الاي بي 110. ومن ورا برضو بصوا ديزاين مختلف خالص. بصوا اصلا الانوار بتاعتها عامله ازاي. مش ممكن يا ده، معلش الفانوس ده مثلا يعني، او انا يعني ده بيتباع مفرط يعني. انا دلوقتي لو انا حصل لي مشكله مثلا، فانوس من ده اتكسر، ده ممكن اجيبه فرد ولا ده بيجي الطقم كله على بعضه؟ انا ما اعرفش بصراحه، لان دي برضه مشكله. دي هتلاقي ان ده سيكوريت، انا اول مره اشوف نور سيكوريت، ده ازاز ده. فانا مش عارف صراحه، بس احنا يعني مش عايزين نوجع دماغنا بالكلام ده. طبعا اللي قبل الاخيره، العربيه اللي قبل الاخيره عايز اوريها لكم طبعا قمر. دي ال 300 اس ال، مرسيدس 300 اس ال جولوينج. العربيه دي بيبانها تفتح كده. الكلام ده سنه كام يا استاذ يحيى؟ 50 متاكد يا استاذ يحيى ولا هتودينا في ده؟ يعني من الاربعينات خمسينات ستينات كده. المهم ان هي
من اجمل دي اللي اتعمل عليها يعني الاس ال ار والاس ال اس كانوا بيقلدوها الاثنين، يعني من كتر ما هي كانت عربيه سابقه زمانها جدا. عايز اقول لكم الدريكسيون ده عشان تخش يعني تفتح الباب، والدريكسيون ده بيتني لورا كده، ليه ميكانيزم كده معين. ما تقعدش تعمل لي بقى الحركات بتاعت اللي انت بتعملها دي، انا مش فاهم حاجه. الباب ماله؟ ما هو الباب بيفتح لفوق، ما انا ما قلتش، انا ما قلتش والله العظيم، معلش انا اسف. البيبان بتفتح لفوق، ما هي اسمها جال وينج عشان كده. البيبان بتعمل كده زي الرقاصه كده، عارف قفله الرقاصه؟ فهي بيعمل كده. طبعا العربيه شكلها جبار الحقيقه، من العربيات الجميله جدا. موتورها ايه بقى؟ ما اعرفش موتورها ايه الحقيقه، انا مش فاكر. فان شاء الله يبقوا خشوا بقى على جوجل اكتبوا 300 اس ال جال وينج تعرفوا الموتور على طول. هنختم بايه بقى؟ هنختم بواحده من اجمل العربيات كتصاميم اتعملت في تاريخ صناعه السيارات الحقيقه، وهي الباجاني هوايرا. فاكرين لما وريتكم الزوندا؟ الهوايرا دي الاجدد منها. نزل واحده بعديها اسمها يوتوبيا، دي اجدد واحده اللي هي اليوتوبيا، دي اللي في النص بقى. الهوايرا بقى ده العربيه المحدثه من الزوندا، هي عربيه جديده خالص اول نيو، بس طبعا من اجمل الديزاينز اللي ممكن تشوفها في حياتك كلها. كربون فايبر شاسي، كربون فايبر بودي كامل، هم متخصصين في الكربون فايبر. انت لما تخش تبص على تفاصيل الويف بتاعت الكربون فايبر اللي مستخدمه هتلاقي شغل ما تدورش وراهم، يعني عمرك ما تيجي تستلم من باجاني وتدور وراه، هو بيبقى مقفل صح كل حاجه. تلاقي الويف بص قافله، شوف كل خط مع الخط ده. واكتيف ايروداينامكس بقى رهيبه. يعني ايه اكتيف ايروداينامكس؟ يعني العربيه البادي بتاعها بيتحرك عشان يثبت العربيه على الارض، يعني دي ودي بيطلعوا لفوق كده كل واحده لوحدها عشان خاطر ايه؟ تبقى العربيه ثابته. حتى المرايات بصوا عامله زي ورقه الشجر كده، بس في نفس الوقت هي بتساعد على الايروداينامكس. ودي رودستر، دي هوايرا رودستر. الفرق ما بين الهوايرا والزوندا ان الزوندا موتورها 7300 ان اي، فحسب هتخش في الريسبشن. الان دي مش ان اي، دي توين توربو، فللاسف صوتها مش بنفس حلاوه الزوندا. الهوايرا صوتها مكتوم شويه. فيا سلام، احلى حاجه في الدنيا بقى انك تجيب هوايرا بس تركب لها صوت الزوندا، دي حاجه مش هتحصل ابدا خالص. بس يعني بص عليها من ورا برضو نفس الكلام، الفلابس دي بتفتح كده وكده، و ديزاين جبار 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 فوق الوصف الحقيقه مع الشكمانات. ولو تبص عليها بقى من جوه دي مش ده كده مش انتيرير، يعني ده اللي انتوا شايفينه ده مش انتيرير، دي ساعه. يعني دي ساعه انت قاعد جوه يعني مش ممكن. هل في انتيرير احلى من ده في الدنيا؟ اشك. مفيش هنا فسفوسه متاخده من شركه عربيات تانية. كل مسمار، مش هقول لك كل قطعه، كل مسمار معمول للباجاني. عشان كده طبعا سعرها غالي جدا، وعربيه يعني قيمه جدا يعني. فمن الاخر ده كده لو فكرنا وبصينا، يعني دي نظره سريعه على الفي اي بي اريا في موسم الرياض 2023، وحبيت ان انا افرجكم عليها سريعا. واستاذ يحيى ايده ابتدت ترعش، خلي بالكم احنا صفر لياقه، بس يعني حبيت ان انا وقت عايز نعمل ايه، اسجد ولا اعمل ايه؟ عمال يعمل لي كده، انزل اركع على شكر ركعتين، اعمل ايه؟ طيب اتمنى تكونوا عجبتكم منطقه الفي اي بي. في بلاوي تانية بره طبعا، بس دي بقى هنزلها لكم فيديوهات متقطعه، بس قلت افرجكم على الفي اي بي ابو 300 ريال اللي انا خدته ببلاش. شكرا.